هسمعكم النهارده احلى صوت قرمشه للفطار ممكن تسمعوه. ايوه، هو ده الصوت اللي احنا هنسمعه النهارده عشان نعمل فطارنا. فطيره سهله في 5 دقايق من غير ما نعجن ولا نخبز. هنحط جواها كل انواع الخضار والاجبان والتوابل اللي احنا عايزينها. انا هسيب لكم كل اللي انا حطيته في الفيديو تحت الكابشن، وانتم ممكن تستبدلوه بالمتاح ليكم. كل اللي احنا عايزينه هي لفة جلاش، هناخد منها ورقتين ورقتين. هنحط جوه كل ورقتين شوية من الخلطة بتاعتنا، وهنقفلها زي الظرف كده. انا عملتها كده عشان كل فطيرة تبقى لوحدها، لكن ممكن نقفلها بالشكل اللي احنا عايزينه. بعد كده، بعد ما خلصنا الكمية، هنحتاج معلقتين من زيت الزيتون بس عشان تكون خفيفة وصحية. هنشوي فيها الكمية في طاسة تكون ما بتلزقش، وندهن بزيت الزيتون كده من ناحيتين عشان تقرمش من كل ناحية. هنقعد نقلب بقى كده شوية وكده شوية لحد ما تقرمش معانا وتستوي وتبقى بالشكل المقرمش الفظيع ده. انا طلعتهم بعد ما خلصت على بورد وكملت بقية الكمية. بعد كده قسمتها بالنص، وبصوا من بره مقرمشة ومن جوه طرية بتمط فظيعة. خلصت بقى كل الكمية، حطوا بقى جنبها اللي انتوا عايزينه. انا حطيت مربى وزيتون وشوية شاي بالنعناع كده وشوية مزاج عالي على الفطار. وده كان فطار النهاردة اللذيذ الخفيف. جربوها وبالهنا والشفا.